تنديدا بالقرار الأممي الأخير الذي لم يرقى إلى تطلعات الشعب الصحراوي، وشجبا لخذلان الأمم المتحدة التي لم تقم بدورها كما يجب في الصحراء الغربية من خلال بعثتها المونوسو التي لم تقم بمهمتها التي خلقت من أجلها، وهي تقرير مصير الشعب الصحراوي. خرجت الجماهير الصحراوية اليوم الاثنين تلبية لنداء تنسيقية كديميزيك والذي دعت له في مختلف أحياء وشوارع مدينة العيون المحتلة رغم الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال بالمدينة. مسيرات وشعارات أجمعت كلها على وجوب الاستمرار في النضال والكفاح حتى تحقيق الاستقلال التام، وأكدت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها وإلا فلتعلن فشلها. وآنذاك سيعرف الصحراويون ما يجب عليهم فعله بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. نحن بتظاهرة تعقيبا على القرار الظالم قرار مجلس الظلم لنعبر للمغرب وللعالم أننا ماضين وصامدون ضد الاحتلال وضد مجلس الظلم. رغم طول معاناة الصحراويين ورغم المآسي والجراح التي لم تندمل، فإن الجماهير الصحراوية مصرة أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في نضالاتها حتى نيل الكرامة والحرية. محمود الحيثم، العيون.